السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناس قوي زعلانة ومتضايقة وكاتبالي في الكومنتات بدل ما كنت تعملي فيديو وتتكلمي عن مفيد فوزي، كنت اعملي فيديو وتكلمي فيه عن اللي حصل مع الممرضات في وسنا، كنت تتكلمي عن الناس اللي اتضربت واتبهدلت واتهانت وحصل فيها كذا وكذا. انا من ساعه ما شفت الفيديو صراحه يا جماعه وانا ما تعاطفتش خالص نهائيا مع الممرضين. مش معنى كده ان الطرف التاني صح، لا، الطرف التاني برضو غلطان، لان ما ينفعش يكون دي الطريقه اللي يتعاملوا بيها. عندهم حاله او كذا، التمريض اتاخر عليهم، في اروح اشتكي ازعق، اروح اعمل فيهم بلاغ، اعمل اي حاجه، لكن ما اضربش او مش بالشكل اللي احنا شفناه. ولما اعرض لكم الفيديو هبقى احكي لكم مواقف شخصيه حصلت معايا انا في مستشفيات ومن تمريض ومن كذا وكذا. بس برضو زي ما قلت لكم مش معنى كده ان الطرف اللي ضرب واللي عمل كده معاه حق. خليني بس اعرض عليكم الفيديو. الفيديو ده منتشر جدا جدا النهارده، الفيديو ده لاتنين من التمريض. خليني اعرض لكم الفيديو وبعد كده اقول لكم ايه حكايته. عاش. على مين؟ يعني انا اسفه ليكوا قوي على وجع القلب اللي في الفيديو ده. حكايه الفيديو ان دول اتنين تمريض شغالين في مستشفى خاص او في ناس قال في مستوصف خيري في الصعيد في المنيا. بيقول لك ان كانوا عاملين تحدي مع بعض، يعني اللي بيعمل ده بيبي صغير لسه مولود حديث الولاده، هم بيركبوا له كانيولا عشان خاطر يعلقوا له محاليل او كده في رجليه. تمام. البيه بقى المحترم اللي واخد عيال الناس يبهدل فيهم ويستظرف، هو وصاحبه عامل ايه؟ بيعلق بيدخل للولد الحقنه في رجليه وهو مغمي عينه، تحدي مع صاحبه ان هو هيعرف يعملها. يدخل للولد ده، يعني انك تدخل لحد كانيولا ده حاجه صعبه جدا علشان تقعد، خاصه الاطفال ان العروق عندهم والاورده حاجه كده يعني ما بتتشافش، لدرجة ان هو بيركب له في رجليه بدل ما يركب له في ايديه ومغمي عينه، ومنتهى الاستهتار والاستهبال والجهل والتخلف وكل حاجة تتقال في الدنيا. ما يهمهوش هو ممكن يعمل ايه في الولد الصغير ده، ما يهمهوش اهله اللي قاعدين في البيت وسايبينه امانة في رقبتهم، لا كل ده ما يهمهوش. هو بيعمل تحدي مع صاحبه اللي لو خسر بقى كان هو يتحمل ان هو يجيب فطار سم هاري يا اخي عليه. صوت البيبي وهو بيعيط حاجه توجع القلب وعمال يصرخ يا عيني. كده كده هيتعب وهيتوجع من هو بيعمل له، بس انت مغمي عينك وبتراهن على ايه؟ افرض لا قدر الله دخلت الحقنه في مكان غلط، جبت له اي مشكله ولا جبت له نزيف، ولا البيبيهات الصغيرين اللي لسه مولودين بيبقوا عاملين زي البسكوته كده، زي بسكوت نواعم، استحاله تفتح الكيس تلاقي واحده سليمه. هم كده انت بتبقى ماسكه كده بالشوكه والسكينه. استهتار وحاجه يعني في منتهى الجهل والتخلف. نيجي بقى في حكايه الاستهتار واللي انا بقول لكم عليه. الولع عماد ده وهو صغير كان في مره سخن فجاله تشنج حراري. انا ما كنتش عارفه يعني ايه تشنج حراري، او مش عارفه ان الحراره ممكن توصل يعني ان هي تعمل فيه كده. جرينا بيه على المستشفى. تمام. بقينا عمالين نجري في المستشفى، الحقوا احنا معانا طفل متشنج.
احنا قلنا قاطع النفس، احنا ما قلناش متشنج، معلش، قلنا معانا طفل قاطع النفس الحقونا، مش عارفه بقى كل اللي يشوف ده مش قاطع النفس ولا حاجه، ده متشنج. طب الحقونا، معانا طفل متشنج. طيب مش عارفه، ثواني يا مش عارف مين، شوف مش او ايه ده، طب دخلونا لدكتور، دخلونا لاي حاجه. بقى الممرضين عاملين عليك زي كماشه كده بره، يا ستي طب دخلينا لدكتور، لا ما ينفعش حضرتك بالدور. طب دي مستشفى، دخلينا طوارئ. طيب اي حاجه. في بعض الممرضين، بعض خلينا علشان ما حدش يفهم الكلام غلط، من كتر الدم والحالات اللي بيشوفوها والناس اللي بتموت والناس اللي ما بتخفش، بقى عندهم تبلد في المشاعر، بقى عندهم جحود في الانسانيات والحاجات دي. واحد بيموت، يا بجد طيب يلا باي باي، باي باي يا حبيبي، ان شاء الله نبقى ناكل القرص على روحك. هو في ايه يعني لما تجي لك واحده بتنزف انت شايف ان الموضوع عادي؟ يعني ما انا كل يوم بيعدي قدامي حالات زي كده. لا، هي بالنسبه لها حاجه كبيره، ما انت ممكن اصلا تنقذها، ممكن تنقذ روح، تنقذ جنين، تنقذ روحين. والاخ ده كمان اللي قاعد بيلعب في عيال الناس، هو انت تعرف امه تعبت فيه قد ايه؟ تعرف امه اتبهدلت فيه قد ايه علشان خاطر ربنا يكمل لها على خير ويجي الدنيا؟ انتوا بتستهتروا بالارواح ليه؟ بتستهتروا بالناس ليه؟ وبتستهتروا بمشاعرها وبتستهتروا بكل حاجة. أنا علشان كده لما الولع مات برضو، لما اتولد، بعد لما اتولد بحوالي 3 أسابيع، كان عنده 21 يوم، اتحجز في الحضانة علشان جاله برد. والولع مراد برضو نفس الكلام، كان عنده حاجة و50 يوم، غالبا 53 52 حاجة كده، اتحجز برضو هو كمان في الحضانة علشان جاله برد. أقسم بالله فضلت قاعدة على باب المستشفى ما بتحركش، علشان في ناس ما عندهاش اصلا ضمير، وببقى قاعده على باب الحضانه سامعه صوت البيبيهات، صريخ وعياط وكل حاجه. بقيت بقى كل شويه ايه، تنحنى اخبط عشان خاطر ينتبه. يفتحوا الباب الاقيهم مثلا قاعدين على جنب ماسكين الموبايلات وسايبين العيال مفلوقه من العياط. طب ما انت سكته. البيبي الصغير ده اللي اقل من شهر ونص ولا اقل من شهرين، عايز حد يهدهده، عايز حد يسكته شويه. مش ده شغلكم ولا مش ده شغلكم؟ مش مبرر للي حصل من من الناس مع الممرضات، بس فعلا في فئه تستاهل اكتر من كده كمان. يعني انا لما ابقى رايحه بابني تعبان وسخن وهو قاطع مني النفس ومزرق وانا مش عارفه هو ماله، والاقيها قاعده تقول لي لا اصل ما ينفعش لازم تستني الدور. طب ما انا اعمل فيك ايه؟ هخنقك. يا جماعة انتوا بتمتهنوا مهن سامية، انتوا عندكم رسالة، ده فعلا ايه الرسالة؟ يا تبقوا قدها يا تبقوا مش قدها. احنا كلنا كنا ساعة الكورونا بنشيد بالاطباء والممرضين والممرضات وكل فريق التمريض ده كله، ما يبقاش بقى ان انتوا تعملوا حالات فردية تسبب ان تحصل مشاكل او ناس تموت بسببكم. ما ينفعش كده، اتقوا الله. في مره سخن فجاله تشنج حراري، انا ما كنتش عارفه يعني ايه تشنج حراري، او مش عارفه ان الحراره ممكن توصل يعني ان هي تعمل فيه كده. جرينا بيه على المستشفى، تمام، بقينا عمالين نجري في المستشفى، الحقوا احنا معانا طفل متشنج.